السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده عزمنا عند حماتي، تعالوا شوفوا عملت لنا ايه. بس اتفاجئت في الاخر ان انا عملت الاكل وكل حاجه. اول ما دخلت عند حماتي قالت لي انت اللي هتجهزي الاكل، قلت لها مفيش مشكله. بدات اعمل طبعا الحمام الاول. ان انا عملت الكبده مع البصله زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها البهارات، ونزلت بعد كده بالرز. قلبته شويه برضو مع خلطه البصل والكبده والبهارات، الفلفل الاسود والملح وبهارات فراخ، وقلبتهم شويه وسويت الرز دوا 3/4 سوا، يعني مش سوا كامل. تمام. كتر خيرها ان هي عزمتنا على الحاجات الحلوه الجميله دي، مش مشكله احنا نعمل الاكل عادي. وبعد كده بدات اشرب الرز كده، سويته 3/4 سوا. بس اتفاجئت بقى ان الحمام فتحته من تحت كبيره جدا وممكن توقع الرز وهو بيستوي. فاخترعت له بقى كده اختراع جميل حلو جدا، مش هيوقع لك الرز خالص وانت بتسويه. هتشوفيه معايا دلوقتي، بجد حلو جدا. البصله دي انا قطعتها زي ما انت شايفه كده وحطيتها من تحت كده. خلاص، فكره جميله وحلوه. ممكن لو انت مش حباها بعد السوا تشيليها، وممكن تسيبيها مع التحمير، هتبقى طعمها حلو وجميل. بجد حلوه جدا الفكره. لو انت جايبه الحمام وفتحته كبيره زي كده، بتبداي تحطي البصله، ما بتوقعلكيش اي رز خالص في سوى الحمام وانت بتسلقيه. وبعد كده ببدا ادخل الرجل زي ما انت شايفه كده، الحمام من تحت، وببدا اسويه. بجد حلوه جدا الفكره وجميله. حماتي طبعا انبسطت جدا ان انا شفت الفكره الحلوه دي وريحتها من الرز يدلق كله من الحمام. تمام. وبعد كده ما سلقتها زي ما انت شايفه كده، مفيش رزايه طالعه. بجد فكره حلوه وجميله، وكمان لما بتحمريها البصل ده بتبقى طعمه تحفه قوي. وبعد كده جبت معلقه صلصه وحطيت عليها معلقه عسل اسود او دبس رمان وفلفل اسود وملح، وبدات ادهن الحمام. بجد بيخليه حلو جدا، بيحمر معاكي بسرعه وبيخليه طري جميل. طبعا بنحمره في سمنه بلدي او في سمنه عاديه عادي كده على الجريلا من فوق. انا مش بحب احطه في الفرن بينشف. بعد طبعا ادخل على ورق العنب. طبعا انا بعمل كل حاجه لوحدي فببدا اعمل كل حاجه بسرعه. حطيت البصله وحطيت عليها كزبره وفلفل اسود وبدات اقلب فيها شويه. هنعمل دلوقتي الورق العنب. انا هعمله لك بطريقه حلوه جدا. وحطيت الخضره، جزء من الخضره على البصل، بعد كده نزلت عليها بصلصه الطماطم. واول ما بتتسبك شويه وبحط عليها مرقه وبحط عليها بقى كزبره وملح ومعلقه صلصه. جرب الطريقه دي حلوه جدا، انك تحط خضره مع البصله. وبعد كده حطيت باقي الخضره، وبعد كده بنزل بالرز وبقلبه شويه على البوتاجاز. اول ما الميه بتنشف منه، يعني الصلصه بتنشف، ببدا انزله. الطريقه دي بقى هتخلي لك انك بتحشي بسرعه، انك تسوي الورق بالمنظر ده. وبعد كده تبداي تحشي، تلفي ورق العنب بطريقه حلوه وجميله وسهله. يعني ما كملتش ربع ساعه في حشي ورق العنب. ان انا برص الورق الاول وببدا اقفله والفه، وتخلي الخشن من جوه والناعم من بره. ورق العنب بيبقى اخضر، لونه فاتح، اللي هو الاصلي يعني مش المغشوش، وبيبقى ناعم. طريقه حلوه جميله. ما كملتش في اللفه حاجه خالص، زي ما انت شايفه كده بقفلها من على الجنبين وببدا الف خالص، بتبقى صباع حلو جدا صغير. وابدا اخلص الكميه كلها زي كده. طبعا بعمل بسرعه عشان ورايا حاجات تانية عايزه اعملها. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير ولايك. ولو عجبك الفيديو، طبعا يا بخت اللي حماتها تعزمها على حاجات حلوه وجميله. كتر خيرها. حمام ورق عنب وفراخ هنعملها مع بعض بتتبيله حلوه جدا. انا خلصت هنا ورق العنب وجبت الطاجن، حطيت فيه بصل وطماطم وبدات احط الورق العنب برصه رصه كده. طبعا انا معايا شوربه الحمام، شوربه الحمام لا يعلى عليها طبعا. بدات اشرب ورق العنب. تمام. اهم حاجه لما تيجي تشربي ورق العنب ما تغطيش الشوربه الورق العنب، لا بتبقى الشوربه اقل من تحت، تبقى بس كده شايفاها. انا عصرت هنا نص ليمونه، وبعد كده نزلت بالشوربه سخنه، شوربه الحمام. وبعد كده بحطه على البوتاجاز، واول ما بيبدا يغلي ببدا اوطي عليه واسيبه يستوي براحته. انا هنا ما غطيتش الشوربه الورق العنب عشان ورق العنب ما بياخدش سوا زي الكرنب.
محشي الكرنب. وبعد كده بحطه على البوتاجاز يستوي، وببدأ اعمل حاجة تانية على طول. بجد كان الطعم تحفة حلو جدا مع شوربة الحمام، جميلة قوي. والطريقة بتاعت المحشي انا هنا هدخل بقى في طريقة تتبيلة الفراخ. معايا ملح وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا مدخنة ومعلقتين صلصة، تمام، وبصل وطماطم. وببدأ اضرب كل الحاجة دي في الخلاط، وببدأ بعد كده احطها على خلطة الفراخ. انا هنا الصدر هنا مقطعاه شرايح عشان تدخل فيها التتبيلة، وبدخلها الفرن على الرف الوسطاني. اول ما بتبدأ الفراخ تستوي معاكي بتولعي الشواية، بجد بتطلع كأنك شويها بره على الفحم، بجد تحفة حلوة جدا. تحميرها حلو خالص. اهم حاجة تخلي التتبيلة كده، يعني بصل وطماطم وفلفل اسود وبابريكا مدخنة وملح وبهارات فراخ ومعلقة دبس رمان. ما عندكيش ممكن معلقة عسل. انا هنا كان ورق العنب استوى معايا تمام خالص. وطبعا انا حمرت الحمام برضو في معلقة سمنة، بجد تحفة حلو جدا، الطريقة روعة، يا ريت تجربيها. وحمرت طبعا الحمام والفراخ زي ما انت شايفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.